هذا الطير من فصيلة الوقواق، هذا أخبث طير بالدنيا ولا من خبثه. هذا يجي يبغى يبيض ما يكلف حاله ويسوي له عش مثل هذه الطيور الثانية ويعيش مثل خلق الله، لا، يروح يدور له عش به بيض حول بيضة، ويجي ياخذ من العش بيضة ويحط يبيض له بيض مكانها. شوف الحين جاء يبيض بالعش ويوم انه باض اخذ البيضة الثانية شوف الثمة واخذها ومشى وخلى بيضة، شوف حط بيضته وروح. عاد يوم يجون اهل العش مداومين ولا يدورون العيش، يوم يجون يلقون بيضة والله تقول تغير لونها، تقول هذا يا ولد، تقول بها كبر شوي، والله عقب يقول يا ولد خلك من هالسوالف، ويربضون عليه. هذه الأمية المسكينة تربض على هالبيضات يا ما يفقس. بالعادة حتى تفقس قبله أو تفقس بعدهم الوكاد. فقس هذا فريخ الوقواق، فقس قبل البيضات. هذا فريخ الوقواق أخبث من أهله، يعني أول ما يفقس يقوم ينقل البيضات على ظهرها اللي بلعش ويزت ستها، واللي يفقس من الفروخ اللي بلعش بعد يشيله ويزت ستها. شوف حتى الفقس زت عشان بس يهتمون به ويعلفونه الحالة وما لهم شغله ولا عمله غيره. شوف زت ستهم كلهم. عقب يظل الحالة بهالعش يلوقص، وهالعيلة المسكينة كسفهم كسافة، هلم ولا ابو رايحين جايين يعلفونه، يجيبوا له ويعلفونه، يجيبوا له ولا عاد يلحقون عليه، وشوي عاد يصير أكبر من العش. العش ما عاد ياخذ، ما هو آفة كبير. وهالعيلة يا والعياذ بالله وشلافة اللي الله جابها علينا، وش نسوي عاد؟ هالواحد أظن غالي لازم نعلفه ولازم نجيب له. شوف صار ايش كبر. وهالي تشوفوا هالطويرات ألم ولا بوش كبير، أنا هو ايش كبر فاتح فمه بغل ايش كبر، وياخذ على هالوضع هذا. يا ما عاد يقوم يطير ويجدي حاله ويروح عقب يطير ويفتها بلحيتهم ويخليهم يولوا. وهذه سالفة الوقواق الخبيث، أخبث طير بالدنيا. أو سلامتكم.